راديو سبيتلا 24. تجمع سكني خال من مياه الشرب، لا كهرباء فيه ولا مصاريف صحية. في الأمس القريب كان مصبا عشوائيا للنفايات، واليوم أصبح مكان لجوء ما يتجاوز 100 عائلة في مدينة سبيطلة. في الليل نقرأ على الشمع ونقرأ على الشمع والجاز، وساعات نمشي الدار بيتعامل نقرأ عندهم بالضوء. بالله الوضعية في الحي هذا هي وضعية مأساوية جدا. ناس يعني تنقصها جميع المرافق، منها الماء مثلا ما ثماش ماء، ناس يشربوا في بادن ويشربوا في دبابز ويشربوا في براميل معناها. وثم وضعية أخرى أنهم الناس معناها من نقص الماء يعانوا الأوساخ والأمراض، وكذلك يعني بالنسبة للقمم نتاع المحاضات يعني ناس يستريحوا في أبار، معناها الناس أبار مغطية وأبار معناها تلقاها عليها باش وبها عليها خطرة ولا عود. ثم وضعيات أخرى ناس يحفروا حفر يعملوهم كالماجن ولا صفاية يشربوا فيهم في الماء. متساكني هذا التجمع السكني جلهم من ضعاف الحال الذين لجأوا إلى هذا المكان بعد أن عجزوا عن تسوغ منازل لائقة. معناها الحي هذا كان معناها حي زبلة، فهمتني؟ جاء الشعب هذا فهمتني ناس مواطنين فقراء، جو كل حد خذا شوي وعملوا فيها ماكمه وبدوا يسكنوا بشوي، فهمتني؟ شنو المطلوب تو معناها حكايه 5 سنين قاعدين لا ضوء لا ماء لا فهمتني لا شوارع لا واحد. كانت مجمع نتاع فضلات نتاع الزبله، فهمتني؟ جينا لهنا وبنينا من غلاء الاسعار نتاع الارض، يعني المتر في سبيطله ب 300 دينار، والناس مساكين ما ينجموش يشروا الارض باش ينجموا يبنوا مباني معناها باهيه ولا حتى مجرد غرفه ما ينجمش يبنيها. هو كي باش يشري مترو ب 300 دينار يعني على حسابه كذا باش معناها يشري قبر ب 300 دينار في 3 متر ب 900 دينار، مليون. مطالب بتسوية الوضعية العقارية والإمداد بمياه الشرب والنور الكهربائي والبنية التي تستطيع تحمل أثقال متساكني هذه المنطقة وأتعابهم، هذا ما طالب به الأهالي. حاجتنا بالماء وحاجتنا بالضوء، عائلاتنا معناها صغارات تقرا على الشمع وبرد ومعناها وفي حاجه وقادين بيوت راحه قادين همواج ساعه على ساعه يطلع صغير في الليل يطيح فيها من غير الضوء. وأنت تجوب هذه المنطقة المتاخمة لحي النرجس بمدينة سبيطلة، ينتابك شعور بأنك لست على أرض تونس، فهنا لا توجد متطلبات الحياة الكريمة للأهالي المعرضين للحر وللبرد وللأمراض المعدية في ظل وضع بيئي واجتماعي مشابه لوضعهم. برهان اليحيوي، المتوسط، معتمدية سبيطلة، ولاية القصرين.